مساء الخير. تعالوا بقى نعمل التحابيش بقى اللي الصيام بيحبها. طبعا الاكل الصيامي بيحب دايما حاجة حادقة جنبه، واليومين دول الليمون جميل وسعره رخيص. تعالوا نعمل بقى احلى ليمون معصفر، وهقول لكم ازاي لو عايزين تستخدموه تاكلوه يعني بعد شهر هتعملوا ايه، ولو عايزين بعد اسبوع هنعمل ايه. وهيطلع زي الزبدة كده معاكوا، جميل وتحفة ومظبوط بالشعراية، ولا في مرارة بقى ولا هيبقى فيه اي حاجة خالص. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي مادونا. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، ويلا نشوف الليمون الفظيع ده. يلا معانا بالطريقة والخطوات بسرعة. اول حاجة معانا كمية الليمون اللي انتوا عايزينها. يعني انا دايما بحب كده اجيب شوية كمية قليلة بكمية قليلة، واعمل كده على قد برطمان صغير، برطمانين زي ما انتوا شفتوا كده، لان اوقات لما بحس ان الكمية كبيرة ببقى مستتقلة اعملها. فانا كل مرة كنت بعمل شوية زي دول كده. قسمت الليمونة كده زائد زي ما انتوا شفتوا لحد نصها، وغليت شوية مية، واول ما وبعدين بقى زودت الليمون. طيب لو انا عايزاه بعد اسبوع بخليه يغلي ربع ساعة، عايزاه لسه يقعد معايا شوية، هي 5 دقايق بس غليان، ايه ننزل المرارة بتاعته. معانا بقى في الخلطة هنجهزها لحد ما يغلي. جزر مبشور، الكمية حسب كمية الليمون مش هتفرق، وحوالي معلقة كبيرة او معلقة ونص عصفر، ونص معلقة كبيرة حبة البركة. في ناس بيحطوا كمية حبة البركة قد كمية العصفر، عادي عايزة تعمليه كده ماشي، بس هو بحسه بيغمق بعد فترة، بيغمق لون الليمون شوية. وحطيت نص معلقة كبيرة ملح، لان احنا لسه هنزود ملح تاني في الخلطة. ومعانا معلقة مليانة هريسة، انا زودت المعلقة كده على مرتين. بنقلب كده المكونات في بعضها خالص عشان كله ياخد من طعم بعضه ويبقى حلو. تمام كده قلبناهم كويس. هنزود معلقتين زيت، اي نوع زيت عندك، اي نوع زيت نباتي، زيت عباد شمس، زيت ذرة، زيت زيتون، اي زيتون اي زيت انتي حباه. تمام. معانا نص لتر مية مغلية واتبردت خالص، بس الجزء بتاع تزويد الملح ليها اتفاجئت انه ما تصورش. زودت معلقتين هرميين ملح، ومعلقة خل، وعصير ليمونة. تمام. وقلبتهم كويس في بعض، دوبتهم كويس في بعض، يبقى كده كوبايتين المية عليهم معلقتين ملح، معلقة خل، عصير ليمونة. تمام. هنا بقى صفيت الليمون بعد ما غلى المدة اللي انا عايزاه، زي ما قلت لكم لو عايزين تاكلوه بعد اسبوع هتغلوه لربع ساعة. بسيبه بس يهدى كده شوية، هو كان سخن وانا بشتغل بيه لان انا كنت عايزة اصور بسرعة، فكنت مستعجلة شوية، بس خلوه يبرد براحته. وبعدين بنحشيه كده بالخلطة زي ما انتوا شايفين. المهم لما تقطعوه بالسكينة قبل ما تحطوه في المية، ما تنزلوش بالسكينة لتحت خالص، الليمونة هتتقطع وتتهري منكم. لكن لحد نصها كده هتبقى متماسكة معاكم، وهتشرب التتبيلة وهتبقى زي الفل، هتبقى حلوة قوي. وهتلاقوا شكله وطعمه ولونه وريحته، بصوا يعني زي ما قال الكتاب حلو جدا، وهيفتح نفسكم على الاكل قوي قوي. يلا جربوه، ومستنية كده تطبيقاتكم وتبعتولي الصور. ومستنية برضو مستنياكم على البيج بتاعت الفيسبوك بتاعتي دونا كيتشن. اهو بناخد شوية خلطة كده ونحطهم في قلب الليمون، الموضوع مش بياخد وقت خالص، خصوصا انا بحس لما بتبقى كمية نص كيلو، كيلو الا ربع، بتبقى الدنيا خفيفة، غير لما نجيب 2 3 كيلو على بعض يعني. في ناس بيحبوا يعملوا حاجة مرة واحدة، لا انا بحب عشان بيبقى دايما الوقت معايا ضيق، فاجيب كميات قليلة. يعني برضو البرطمانات دي بتاخد حوالي، البرطمان بياخد حوالي كيلو لفت، اجيب كل مرة كده كيلو اعمله واشيله، هبقى اصور لكم برضو اللفت. تمام. دي الكمية بتاعتي. وعندي بقى ملحوظة، انا المخلل دايما بحب اعمله في البرطمانات الازاز، وبكون غسلها كويس ومعقماها وسايباه ينشف كويس قوي. دي شوية الخلطة اللي اتبقوا مني، زودت كده منهم شوية على المية المحلول الملحي، والشوية دول كده هسيبهم، هقول لكم هعمل بيهم ايه. هم معلقة يعني صغيرة اللي اتبقت تقريبا يعني. ميزة البرطمانات الازاز ان هي لما بتتغسل كويس، جبت كمان معلقة هريسة حطيتها على المية، لما البرطمانات الازاز بتتغسل كويس الريحة بتروح منها خالص، غير البرطمانات البلاستيك.
هنا بقى زودت عصير الليمون، ما زودتوش من شويه، فبوريكم بقى ان هنا بزوده. واقلب بقى كل الخلطه دي كويس مع بعض، الخلطه الجباره التحفه الحلوه قوي. اهو البرطمان مغسول كويس ومتعقم معانا كويس وناشف ومفيهوش ولا نقطه ميه. المعلقه اللي اتبقت رحت كده منزلها في ارضيه البرطمان. اتبقى معاكي شويه تمام، ما اتبقاش خلاص. وهنبتدي بقى نرص الليمون واحده واحده، بس نحاول نخلي يعني وشه فوق قدر الامكان. هو طبعا البرطمان عشان ضيق فمش هينفع ادخل ايدي فيه، فبعمل يعني بعمله كده بالمعلقه على قد ما اقدر ان انا ارصه كويس، وبظبط كده بالمعلقه ان انا اخلي وشه لفوق. اهو زي ما انتوا شايفين كده رصيت الكميه اللي معايا كلها، واتبقى برضو هو شويه صغيرين كده نزلتهم على وش البرطمان، وش الليمون. وهجيب بقى قرن فلفل بقى حامي كمان عشان ده هيبقى ليمون سبايسي ايه ما اقولكوش. هنزود الخلطه الاول. شوفوا الخلطه اساسا لونها وشكلها فظيع ازاي، يفتح النفس اساسا من قبل ما يستوي. البرطمان كده يعتبر اخد حوالي كوبايه ونص ميه، ما كملش كوبايتين. ده قشر الليمون اللي احنا عصرناه كده برضو، يعني زي بحشر بيه كده البرطمان، يعني اخلي الليمون كده يتحشر ينزل لتحت، فاهمين؟ ان انا بنزله لتحت كده بضغطه. وبرضو قرن فلفل كده قسمته نصين، وبرضو بضغط بيه الليمون عشان الليمون ينزل لتحت. لقيت البرطمان المية طبعا فيه طالعه لفوق قوي، نقصت كده بالمعلقة ايه حبة صغيرين، يعني علشان المية ما يتكبش معايا البرطمان لما ابتدي احركه. عشان لسه كمان هزود زيت على وش البرطمان فيبقى معايا مساحة. اهو هنا بقى انا زودت كده معلقة زيت زيتون كده على وش البرطمان عشان ما يعملش ريمة معايا ولا اي حاجة. وهعمل كمان حاجة تخلينا اللي تحفظه من غير اي ريمة. بصوا بقى زي ما قلت لكم، لازم البرطمان يبقى متعقم، لازم المية تكون مغلية ومتبردة، لازم نغطي وشه بمعلقة زيت، ولازم كمان نحط كيس ونقفل كويس قوي عشان ما ندخلش اي يعني هوا يدخل للمخلل فيعمل ريمة او يبوظ معانا. ده بعد اسبوع كده انا كنت شلت الكيس وحطيت بداله بلاستيك راب. بعد اسبوع بقى كده او 10 ايام تقريبا، شوفوا بقى استوى وكانت ريحته فظيعة. وكان كل شوية جوزي يقول لي انتي هتطلعي لنا منه امتى، لان كان ريحته وشكله كده مغري جدا. اهو بصوا بقى استوى وجميل وزي الزبدة وفظيع ومستوي بالظبط يعني. وتشيلوه بقى طبعا خلاص في التلاجة، يقعد معاكم كتير جدا في التلاجة يعني. شوفوا بقى شكله وحلاوته فظيع. مستنية بقى رأيكم، ومتنسوش تشتركوا في القناة بقى ولايك وشير. نورتوني.